معاك 12500 جنيه وعايز تجمع كمبيوتر، هل تشتري تجميع مستعمله ولا تروح للاستيراد؟ قرار ممكن يغير كل حاجه. خليك معايا شوف بنفسك مين اللي يكسب في النهايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عمر مدكور، ده فيديو جديد على قناتي. في الاول قبل ما ابدا اي حاجه حابب اشكركم جدا 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 على دعمي بالفيديو اللي فات. فيديو يعني جايب مشاهدات، يعني ما كنتش متخيل ان ممكن فيديو يجيب المشاهدات ديت وانا لسه بادئ، حتى جايب عدد لايكات محترم. فهو ممكن يكون لكذا حد منكم، يعني الفيديو يعتبر مش جايب الرقم الخيالي يعني من ناحيه المشاهدات، بس بالنسبه لي ان انا لسه بادئ يعني دي حاجه كبيره جدا. شكرا جدا ليكم، واتمنى الفيديو ده برضو توصلوا له المشاهدات كتير وتوصلوا له اللايكات كتير، واتفرج لاخر دقيقه لاخر ثانيه بالفيديو، ودعمني بلايكك واشتراك عشان تشوف فيديوهات اكتر وتدعم لي في نفس الوقت. النهارده عندنا مقارنه قويه جدا جدا، تجميع استيراد ولا تجميع مستعمله بمواصفات جديده بميزانيه 12500 جنيه. هنتكلم عن الاداء والاسعار والمميزات لكل اختيار. يلا بينا هنبدا اول حاجه بالاستيراد. اتش بي زد 440 جايب معالج انتل زيون اي 5 1650 في 4، 6 انواع بسرعه تصل ل 3.6 جيجا هرتز، تيجي برامات 16 جيجا دي دي ار 4 و اتش دي دي 500 جيجا، ونزود اس اس دي 256 وكارت ار اكس 590 سفاير نايترو 8 جيجا. الكيس كلها على بعضها عامله 12700 جنيه. تاني حاجه التجميع المستعمله بمواصفات جديده. جايب رايزن 5 2600 متوسط سعره 2500 جنيه، جايب ماذر بورد بي 450 ام المتوسط سعرها 2000 جنيه، ورام 16 جيجا 3200 ميجا هرتز متوسط سعرها 1500 جنيه، واس اس دي 256 جيجا 950 جنيه. طبعا الكارت ار اكس 590 8 جيجا سفاير نايترو بلس عامل 4750 جنيه. واي كومبو باور سبلاي عامل 2000 جنيه مستعمل، هيبقى الاجمالي 13700 جنيه. ولو دورت كويس هتجيبها باقل من كده. طب اشتري يعني دي ولا الاستيراد ورايح دماغي؟ لا، اشتري دي عشان تقدر تطور في المستقبل. يعني ممكن تغير المعالج رايزن 5 5500 او رايزن 5 5600، كمان تقدر تغير الكارت لحد 4060 مع مراعاة الباور. لكن الكيس الاستيراد التطوير فيها حوار كبير جدا جدا جدا. اول حاجه لو حبيت تغير المعالج اللي هو اصلا مش مناسب للالعاب، هو مناسب للشغل اكتر، لو حبيت تغيره لازم تغير البورد، لو حبيت تغير البورد لازم تغير الكيس، فانت كده بتغير منصه كامله. فليه من الاول اجيب حاجه سهله في التطوير ورايح دماغي من وجع القلب دوت؟ وبعدين الاستيراد معماريه قديمه، انما دي معماريه احدث، وبعدين الشكل والتهويه افضل في المستعمله احسن من الاستيراد. وبعدين بقى هتخش في مشاكل الاستيراد ومعرفش وايه باظ والراجل نصب عليا وايه 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 وايه، فحوار انت في غنى عنه. عامه ليك القرار في الاول وفي الاخر، انا دوري ان انصحك واعرفك الفرق. وبكده التحدي بين التجميع استيراد وتجميع مستعمله بمواصفات جديده خلينا نشوف حاجه غير متوقعه. قبل ما ننهي الفيديو نصيحتي ليك، لو مش عايز تعيش في دوامه الاستيراد والمشاكل اللي ممكن تواجهك، خلي اختيارك على التجميع المستعمله. السوق حاليا فيه فرص كويسة بأسعار متقاربة. دايما لازم نفكر خارج الصندوق ونشوف ايه الأنسب لاحتياجاتنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل جديد. أشوفكم في فيديوهات تانية. أنا عمر وسلام.